دي جزئيه اللي تخص عثمان ديمبلي. الجزئيه الاهم بقى واللي شفناه في اخر ماتشين هي فرانكي ديونج. هارد لك ايه؟ هي دي كوره. لسه قاري التصريح لليفاندوسكي بيتكلم بيقول ديونج لعيب مهم جدا بالنسبه لنا، بيقفل سرعه الارتداد وبيمنع سرعه الارتداد على اي فرقه بشكل ممتاز، وهو ده اللي كان ناقصنا. احنا اتكلمت قبل كده عن بوسكيتس وعن مشاكله الدفاعيه وعن ضعف الارتداد. بوسكيتس دلوقتي مع برشلونه نص بني ادم او نص لعيب، يعني لو ادالك الجانب الدفاعي فانت مش هتشوف منه كرة قدام صح، ولو ادالك كور صح واسيستات وتحريك لعب وفتح لعب فانت مش هتشوفه ورا، وهتشوف ورا مساحات منيله بنيله. فبوسكيتس مع برشلونه هو نص بني ادم، يعني انت حتى لو لعبته 20 و30 دقيقه برضه هيبقى نص بني ادم. بوسكيتس وهو عنده 20 سنه ما كانش سريع وكان لعيب بطيء، وكان دي مشكلته، فما بالك وهو دخل على 35. فهي دي امكانيات بوسكيتس. العكس بقى تماما فرانكي ديونج. فرانكي ديونج يقدر يدي لك ال 90 دقيقة كاملة برتم ثابت، سواء دفاعي او هجومي. سرعة ارتداد تلاقي، سرعة خروج بالكرة تلاقي، باصات صح تلاقي، زيادة عددية هجومية تلاقي، عامل اداء مش ممكن. فرقة زي فيريال وبلباو هم اساسا اعتمادهم على سرعة الارتداد، انت ما حسيتش بده، هم مش عارفين يعملوا ده قدامك. ديونج قافل الناحيه دي تماما على اي فرقه، فده هيبان اكتر في الماتشات اللي جايه، خصوصا البلوه اللي احنا داخلين عليها الاسبوع ده. ماتش بايرن ميونخ. احنا خلاص بره دوري ابطال اوروبا، انما ماتش بايرن ميونخ ده يعني استثناء. انا كنت اتكلمت في ماتش الذهاب ان احنا كان لازم نكسب، وكنا منتظرين وكنا حاسين ان احنا اقرب للمكسب، لكن الماتش ضاع بطريقه غريبه بسبب بوسكيتس برضه. فالماتش ده خايف اقول هنكسب فنتغلب، يعني انا ابتديت احس ان انا اللي فقر، وانا فقر بس ما علينا، يعني مش هنقول الموضوع ده لحد. ماتش البايرن اللي جاي ده ماتش يقلق. احنا كده كده زي ما قلت 99% بره دوري ابطال اوروبا، انما احنا محتاجين نكسب ماتش بايرن ميونخ. هيدي دفعه معنويه كبيره بعد الخسائر اللي حصلت اللي فاتت، سواء في ماتش بايرن الذهاب او ماتش انتر الذهاب وماتش انتر العوده وماتش الكلاسيكو. كام قلم كده خدناه ورا بعض، خصوصا بسبب الاصابات اللي فاتت، وبسبب طبعا قرارات تشافي في لعب بوسكيتس. فانا شايف ان ماتش البايرن اللي جاي يقدر يخرجنا من ده كله، ويقدر يرفع معنويات الفرقه ويرجعها تقف على رجليها تاني. ربنا يستر من ماتش البايرن اللي جاي. اشوفكم ماتش البايرن اللي جاي، واتمنى من هنا لحد ما اشوفكم ماتش البايرن اللي جاي اكون شفت لايك وشير، واشوفكم بخير. يا عكوره، يا عكوره وحلاوتها، يا هارد لك ايه؟ هي دي كوره.